هذه قرية الزعينية، وهي قرية كردية في منطقة جسر الشغور في محافظة إدلب، حيث تبعد عن منطقة جسر الشغور 14 كيلومتر، وعن ناحية بدامة حوالي 7 كيلومتر. عدد سكانها حوالي 500 شخص، كلهم كرد، لكنهم لا يتكلمون الكردية للأسف، بالأحرى نسيوا لغتهم الكردية. يمر بها نهران وهما الزعينية والفشون. القرية تشتهر بزراعة الخوخ والتفاح والخضروات. من عائلاتها حاج سليمان، الليري، والحسين. هذه المعلومات وصلتني من أحد أبناء منطقة جسر الشغور، وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو، منطقة درباسية في محافظة حسكة. أتمنى كما يتمنى كل الكرد الناطقين بالكردية أن يتكلم أهلنا في جبل الأكراد، منطقة جسر الشغور، قرية الزعينية بلغتهم الكردية، أن يتعلموها ويعلموها لأولادهم، فلغتنا الكردية مثل باقي اللغات هدية من الله، وعلينا أن نتعلمها وأن نسمي أولادنا بأسام كردية. دمتم أهلنا في قرية الزعينية.